متعلق بالتعاطي ديال المؤسسات الدستوريه المغربيه، تعاطي المجتمع المغربي، تعاطي القوات المسلحه الملكيه والاجهزه الامنيه بمختلف انواعها مع ازمه او كارثه الزلزال التي تحولت من الم حقيقي الى يعني واحد رؤيه من اجل اعاده اعمار واسكان والحفاظ على كل كرامه المواطنات والمواطنين في الاقاليم الخمس اللي تعرضت للزلزال. ايضا شيء اخر بالاهميه المكان هو التذكير بالقيم والقيم للثوابت المغربيه كلها، يعني منذ ان كانت المملكه المغربيه وفي الدساتير المتعاقبه الى دستور 2011 كتحدث عليها وكتذكر بها، حيث ان جلاله الملك وقف عند هذه المستويات. لكن ما كان قوي جدا هو الشق المتعلق بورش اصلاح مدونه الاسره، حيث ان جلاله الملك اكد مرتين او ثلاث مرات على اهميه الاسره في هذا الورش ديال الاصلاح ديال المدونه. فاش كنقول الاسره يعني الاب والام والاطفال، بمعنى هذا المثلث اساسي في علاقته مع كل اصلاح اللي يمكن يستهدف ويمشي في الاتجاه ديال انه المغرب هذا الاستثناء ديالو تكون مدونه اللي كتستجب لطموحات الاسره بشكل عام. ايضا الاهم اللي جا في الخطاب الملكي وكان قوي هو هذا الملف الاجتماعي، حيث انه الورش الملكي المتعلق بالحمايه الاجتماعيه بالشكل المتعلق بالتعويضات التي تعطى للمواطنات والمواطنين الذين يستحقونها، بمعنى منطق الاستحقاق وفق السجل الاجتماعي ووفق هذه البرامج الاجتماعيه اللي كانت مشتته في مجموعه من المشاريع كتتجاوز واحد 121 مشروع الان عاد تجمع. هناك صندوق، هناك غلاف مالي، وهناك استهداف مباشر، واللي فيه مهم هو الدعوه طبعا للحكومه باش انها تسهر على التنفيذ ديالو باش توفر كل ما له علاقه بالحمايه ديال الكرامه ديال المواطنات والمواطنين في البعد المتعلق بالسكن، التعليم، الصحه، وكذلك الاستفاده من الخدمات اللي كتقدمها هذه المؤسسات.